طبعا قبل أي حاجة يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي. بيبدأ فيلمنا في جرماني سنة 180 بعد الميلاد، ونشوف جيش روما تحت قيادة جنرال ماكسيموس، وهم بيجهزوا علشان يحاربوا القبائل البربرية اللي هناك. ماكسيموس كان باعت رسول للقبائل البربرية علشان يقنعهم يستسلموا لما تحصل حرب، لكن للأسف الرسول بيرجع على حصانه من غير راسه لأن القبائل قتلوه. بعدها القبائل بيظهروا قدام الجيش الروماني هم شايلين راس الرسول كإعلان منهم إنهم جاهزين للحرب. في اللحظة دي ماكسيموس بيبدأ يحفز جنوده بخطة حماسية ترفع روحهم المعنوية. في الوقت ده ماكسيموس وجنوده بيبدأوا يهجموا على القبائل، والحرب بتفضل مستمرة لفترة طويلة، وبنشوف من خلالها قوة ماكسيموس الكبيرة في القتال. كالعادة ماكسيموس ورجالته في النهاية بينتصروا في المعركة. كمان الإمبراطور ماركوس كان موجود في المعركة وكان بيشوف كل حاجة. لما جيشه كسب كان فرحان جدا. بعد ما بتخلص بقى المعركة بيروح الإمبراطور ماركوس لماكسيمو وبيسأله إيه اللي نفسك فيه أقدر أعمله لك بمناسبة الفوز. فماكسيموس بيقول له إن عاوز حريته ويروح لمراته وابنه ويستقر معاهم. في الحقيقة بقى إن ماكسيموس مش بس جنرال في الجيش، لكن كمان هو من أصل أسباني، مش رايح للحرب عن رغبة منه لكنه اضطر عشان ولاءه لروما. هنا بقى ماركوس قال له سيبني أفكر في الموضوع دوت وهرد عليك. في نفس اللحظة دي بنشوف ولي العهد ابن ماكسيموس وبيكون اسمه كومودوس. بيكون كومودوس حاليا في عربة كده مع أخته لوسيلا وبيتكلموا مع بعض. نعرف هنا من كلامهم إنهم جايين بأمر من أبوهم الإمبراطور ماركوس اللي طلب يشوفهم. وبيتكلم كومودوس دلوقتي مع أخته إن أبوهم مريض جدا، عشان كده أصلا طلب إنه يقابلهم علشان يعني أنا ولي العهد وهيعلن إن همسك الحكم بعدين. بس طبعا كومودوس مش بيبقى عارف اللي فيها. المهم في كل الأحوال بعد شوية بيوصل كومودوس لساحة المعركة وبيقابل أبوه الإمبراطور وبيسلم عليه وبيبارك له على الانتصار. فبيقول له أنت المفروض تبارك لماكسيموس لأن من غيره ما كناش انتصرنا. وبالفعل بيعمل كده وبيبارك له. وبنلاقي كده إن ماركوس بيبقى عارف إن ابنه ضعيف وإنه مش محارب قوي زي ماكسيموس. في نفس الليلة دي بيكون في احتفال كده بمناسبة النصر اللي حصل، وفي الاحتفال ده بيجي كومودوس وبيقعد يتكلم مع ماكسيموس وبيعرفه على اتنين من نواب مجلس الشيوخ. بعدها كومودوس بيقول لماكسيموس إن أبوه مريض وعلى وشك الموت قريب، وإن هو اللي هيكون الإمبراطور مكانه، وإن عاوزه يساعده يعني إنه يتخلص من مجلس الشيوخ ومن النواب لأنهم دايما بيعارضوا الإمبراطور. هنا ماكسيموس بيعرفه إنه مش مهتم بكل ده، وإنه اتكلم مع أبوه الإمبراطور بإنه يعفيه عن كل الخدمات والحروب ويروح يعيش وسط مراته وابنه. لكن طبعا بيتضايق كومودوس جدا لكنه بيسكت وبيقول له إن أخته لوسيلا جت معاه. ومن هنا بقى بنعرف إن لسه بتحبه وبتفكر فيه زي زمان. نعرف إن ماكسيموس ولوسيلا كان في بينهم قصة غرامية زمان لكنها انتهت. في اليوم التاني ماركوس بيستدعي ماكسيموس، ولما بيوصل ماكسيموس بيدخل ماركوس على طول في الموضوع. وماركوس بيقول لماكسيموس إنه ناوي يعينه كحامل روما بدل ابنه كومودوس لأنه شايف إن كومودوس مش قد المنصب ده ومش هيعرف يحكم البلد. بعد كده بيقول له ماكسيموس إنه استدعى كومودوس عشان يبلغه بالقرار ده بنفسه وهو واثق إنه هيوافق. لكن ماكسيموس بيرد على ماركوس وبيقول له إنه مش عاوز يكون حامل روما وكل اللي بيتمناه هو حريته ويروح يعيش مع مراته وابنه في سلام بعيد عن الحروب والسياسة. لكن ماركوس بيرفض رده وبيقول إن هو الوحيد اللي يصلح للمنصب ده لأنه عنده القدرة يحمي البلد في وقت زي ده، وعشان كده هيخليه حامل روما فعلا. وهنا ماركوس بيقول لماكسيموس إنه قدامه اليوم كله علشان يفكر في القرار وبيديله وقت كافي عشان ياخد وقت ويشوف إذا كان هيوافق على العرض ولا لأ. ماكسيموس بيوافق على كلامه وبيقول له إنه هيفكر فيه. بعد كده ماكسيموس بيمشي من القاعة. في الوقت ده بيقابل لوسيلا ونشوف إن ماكسيموس ولوسيلا بيفتكروا مع بعض الأيام اللي كانت ما بينهم زمان واللحظات الجميلة اللي مروا بيها قبل كل اللي حصل ده. وفي وقت الكلام لوسيلا بتقول له إن جوزها مات وإنها حاليا عندها ابن منه اسمه لوسيوس عمره 8 سنين. من طريقة كلامها بيبان إنها مش بتتكلم عن ابنها بس لكن كمان بتحاول تلمح إنهم يرجعوا لبعض زي ما كانوا زمان. بشكل غير مباشر بتلمح إن قلبها لسه متعلق بماكسيموس، لكن ماكسيموس بيوضح للوسيلا وبيقول لها إنه متجوز دلوقتي وعنده ابن وإنه مش قادر ينسى حياته اللي كانت معاها بس مش هينفع وبيسيبها وبيمشي. بعد فترة من الأحداث ديت ماركوس بيتقابل مع ابنه كومودوس في قصره ويقول له إنه مش هيخليه يكون الإمبراطور. ماركوس بيشرح لكومودوس إنه مش هيقدر يدير البلد وإن هو قرر يعين ماكسيموس كحامل روما لفترة مؤقتة لحد ما مجلس الشيوخ يختار طريقة جديدة لإدارة البلد، والقرار ده هينهي نظام الحكم الإمبراطوري تماما وتتحول روما لجمهورية الشعب فيها هو اللي هيحكم نفسه بنفسه. الكلام ده بيضايق كومودوس جدا لأنه بيشوف إنه بياخد منه حقه الشرعي في إنه يكون الإمبراطور. كومودوس مش قادر يتقبل إن أبوه بيرفضه بالطريقة دي. في لحظة ضعف ظاهر كومودوس بيقرب من ماركوس وبيحاول يظهر ليه إنه محتاجه وبيعمل نفسه كأنه بيحضنه كأن بيحب أبوه يعني وكده. لكن في لحظة مفاجأة بيظهر إنه مش بيحضنه حبا فيه وبيفضل يخنق فيه لغاية ما يقتل أبوه. بعد كده واحد من الجنود بيروح لماكسيموس وبيقول له إن كومودوس عايزه
على طول ماكسيموس بيروح يشوف فيه ايه وبيلاقي كومودوس مستنيه. كومودوس بيقول له ان الامبراطور ماركوس مات، وبيكتشف ماكسيموس ان هو اللي قتله. وهنا ماكسيموس بيحس بالصدمه وبيسيب المكان علشان يروح يشوف هيتصرف ازاي، لكن ماكسيموس مش هينفع يعمل اي حاجه في اللحظه دي. بعد شويه بيجي مجموعه من الجنود بقياده جندي اسمه كونتس، واللي هو صديق عمر ماكسيموس. وعلى فكره كونتس دلوقتي بقى هو اللي بيقبض على ماكسيموس. ماكسيموس بيفهم على طول ان كومودوس قرر يزيحه من الطريق علشان يمسك السلطه. ماكسيموس في لحظه يأس بيطلب من كونتس انه يهتم بمراته وابنه، لان احساسه بيقول له ان خلاص هيتقتل. ونشوف هنا ان كونتس بيقول له ان مراته وابنه ماتوا من زمان وبأمر من كومودوس. طبعا ماكسيموس بيتصدم جدا ومش قادر يصدق. في اليوم التالي مجموعة من الجنود بياخدوا ماكسيموس لمكان في الغابة علشان يعدموه، لكن ماكسيموس مش هيسمح لهم يعملوا كده بسهولة. على طول بيبدأ يضرب الجنود بقوة، بياخد سيف من واحد فيهم وبيقتل الجنود واحد ورا التاني، رغم ان في وسط المعركة اتصاب في دراعه إصابة خطيرة، لكن قدر يتغلب عليهم كلهم. بعد كده بقى ماكسيموس بياخد حصان وبيقدر يهرب وبينط في الطريق علشان يوصل لبيته ويطمن على مراته وابنه. أول ما بيوصل البيت بيتفاجئ ماكسيموس بجثث مراته وابنه متعلقين، وده بيصدمه جدا ومش بيبقى قادر يستحمل الصدمة دي وبيبدأ يعيط عليهم من شدة حزنه. بنشوف هنا إن الإصابة اللي في دراعه مأثرة عليه جدا، ومع الصدمة الكبيرة مش بيقدر يتحمل كل ده وبيقع مغمى عليه. لما ماكسيموس بيفوق تاني بيلاقي نفسه في عربة مع مجموعة كبيرة من الناس، وبيكتشف إن الناس دي كلهم عبيد. بعد فترة من الوقت العربة بتوصل لمدينة اسمها زوجبار، وبيكتشف إن تاجر العبيد اللي كان معاه هو اللي جابه هناك. الشخص اللي هياخده بعد كده هو بروكسيمو. تاجر العبيد هنا بيعرض على بروكسيمو العبيد اللي معاه واللي من ضمنهم ماكسيموس، وبيقرر بروكسيمو يشتريه مع عبد تاني اسمه جوبا اللي كان مع التاجر برضه. بعد كده بروكسيمو بياخد كل العبيد للساحة بتاعته، بيعرفهم انهم هيكونوا عبيد عنده وهيشتغلوا كمصارعين في حلبات القتال. بيبدأ واحد من المصارعين اللي تحت سيطرة بروكسيمو واسمه هاجن يدربهم على القتال. هاجن بيطلب من جوبا انه يتدرب وبيلاحظ انه مقاتل كويس جدا. بعد كده بيحاول يدرب ماكسيموس، لكن ماكسيموس مش بيكون متقبل الوضع خالص. ماكسيموس مش قادر ينسى انه كان جنرال في الجيش الروماني وحاسس بالاهانه انه يتحول لعبد بيقاتل عشان حد تاني يكسب من وراه. علشان كده بيرفض يتدرب ومش بيحاول حتى يتعلم القتال في الوضع الجديد ده. ماكسيموس بيشارك في اول قتال ليه غصب عنه. القتال ده بيكون غريب ومختلف لان ماكسيموس وجوبا بيتم ربطهم ببعض بالسلاسل، وبيطلب منهم انهم يقاتلوا مع بعض ضد مجموعة كبيرة من المصارعين. وماكسيموس بيلاقي نفسه مضطر يستخدم مهاراته العسكرية القديمة علشان ينجو في المعركة. المعركة بتبدأ بكل قوتها وجوبا بيتقدم مع ماكسيموس قدام المصارعين التانيين. في الوقت ده بقى بروكسيمو قاعد بيتفرج على القتال من فوق وعينيه على ماكسيموس، لأنه حاسس إن عنده فرصة كبيرة إنه يكون أفضل مصارع عنده وبيراهن عليه. القتال بيشتعل وماكسيموس وجوبا بيواجهوا المصارعين كل شجاعة وقوة، والضرب شغال طول الوقت وكل واحد فيهم بيقاتل بكل اللي عنده علشان ينجو. مع كل لحظة الناس اللي في الساحة بيبدأوا يشوفوا إن ماكسيموس مش مقاتل عادي وإن عنده خبرة ومهارة غير طبيعية. بعد صراع طويل القتال بينتهي، والوحيدين اللي بيبقوا عايشين هما ماكسيموس وجوبا. الساحة كلها بتنفجر بالتشجيع والكل بيبدأ يلاحظ إن ماكسيموس مش مجرد عبد لكنه مقاتل أسطوري. في نفس الوقت ده بنشوف إن كومودوس بيوصل لروما مع أخته لوسيلا. المدينة كلها بتستقبله استقبال كبير والشعب بيهتف له باعتبار الإمبراطور الجديد. كومودوس بيبدأ يفرض سلطته من اللحظة الأولى. نشوف كومودوس بيجتمع مع نواب مجلس الشيوخ وبيسلم عليهم واحد ورا واحد، ومن ضمن النواب دول بيظهر شخص اسمه فالكو، واللي معروف انه موالي جدا لكومودوس ومستعد يعمل اي حاجه لدعمه. وعلى الجانب التاني في شخص تاني اسمه جراكوس، واللي بيقف ضد كومودوس بشكل واضح لانه شايف انه مش مؤهل يكون امبراطور. خلال الاجتماع ده جراكوس بيبدا يناقش المشاكل اللي بتواجه البلد، وبيتكلم عن انتشار وباء الطاعون اللي بدا يهدد حياه الناس، وبيقول انه لازم يتم التعامل مع الازمه دي فورا. لكن كومودوس بيرد عليه بشكل مستفز وبيقول ان الطاعون مش اولويه دلوقتي وان في حاجات تانية اهم لازم الشعب يركز عليها. الكلام ده بيضايق جراكوس جدا وبيصرح قدام الجميع ان كومودوس مش فاهم دوره كامبراطور ومش عارف يدير البلد. الرد ده بيعصب كومودوس جدا وبيبدا يتكلم بنبره حاده وبيهدد جراكوس بشكل مباشر. في اللحظه دي لوسيلا اخت كومودوس بتحاول تهدي الموقف وبتتكلم بصوت هادي وتحاول تغير الموضوع علشان تخفف التوتر اللي حصل في الاجتماع، لكن واضح جدا ان الخلاف بين كومودوس وجراكوس هيكون له تأثير كبير على الأحداث الجاية. هنا لوسيلا بتاخد كومودوس بعيد عن الاجتماع وتحاول تهديه، وبيرجعوا للقصر. هناك بتبدأ تكلمه بطريقة هادية وبتقول له إنه لازم يسمع لجراكوس وباقي أعضاء مجلس الشيوخ لأنهم في الآخر عايزين مصلحة روما والشعب مش ضده شخصيا. لكن كومودوس بيبقى عنده رأي تاني تماما. كومودوس بيقول للوسيلا إنه شايف مجلس الشيوخ
كتهديد مستمر لسلطته، وإنهم في أي وقت ممكن يلغوا الإمبراطورية ويحولوا البلد لجمهورية. بنبرة مليانة حقد بيبدأ يكشف عن خطة في دماغه علشان يلهي الشعب تماما، في نفس الوقت يستغل الفرصة لعزل مجلس الشيوخ وتفكيكه. تاني يوم بنشوف أوراق مجهولة تتوزع في شوارع روما كلها. الأوراق دي مليانة دعوات للشعب الاحتشاد في الساحات العامة علشان يتفرجوا على سلسلة من ألعاب القتال الضخمة اللي هيتم تنظيمها قريب. واضح إن كومودوس عاوز يستخدم الألعاب دي كوسيلة لإلهاء الناس عن مشاكلهم اليومية وعن أي تفكير في معارضة حكمه. كومودوس بيعلن إن حلبة المصارعة العظيمة في روما هتتفتح من جديد، وهتبدأ فيها مسابقات ضخمة بين المصارعين على مدار 150 يوم في السنة. القرار ده بيعمل حالة من الحماس بين الشعب، لأن الحلبات دي كانت زمان مصدر الترفيه الأكبر، لكن ماركوس أبو كومودوس لغاها بسبب التكاليف الضخمة اللي كانت بتستنزف الإمبراطورية. لكن كومودوس شايف إن رجوع الألعاب دي هيكون وسيلة مثالية لإلهاء الناس عن مشاكل البلد وعن أي اعتراضات ممكن تطلع ضده. وما بين بقى إن الجمهور في روما متحمس لفكرة الألعاب، كومودوس بيبدأ يخطط لإزاحة مجلس الشيوخ تماما. في الناحية التانية بنشوف ماكسيموس بيستعد لدخول قتال جديد. في اللحظة دي بيجيله بروكسيمو وبيبدأ يكلمه بنبرة حادة. بروكسيمو واضح إنه متضايق جدا من طريقة قتال ماكسيموس في الحلبة، لأنه بيبقى مركز طول الوقت على إنه يقتل خصومه بسرعة ومن غير أي عروض تشد الجمهور. بروكسيمو بيقول له الناس بتيجي هنا علشان تشوف عرض عظيم مش مجرد دم وقتل، ولو عايز تكسب شعبية أكتر وتعيش لازم تقدم حاجة مختلفة تخلي الناس تحبك وتتكلم عنك. لكن يا صديقي ماكسيموس مش بيهتم بالكلام اللي قاله بروكسيمو، ولما بيدخل القتال الجديد بيبدأ يواجه كل المقاتلين اللي ضده بكل شراسة وبيخلص على كل اللي قدامه ببراعة غير عادية. الجمهور هنا بيبقى مذهول وبيهتفوا وبيشجعوه بشكل جنوني، لكن في نفس الوقت ماكسيموس مش بيظهر أي اهتمام لأنه كل اللي في دماغه هو هدفه الأكبر. بعد القتال ما بيخلص بروكسيمو بيستدعي ماكسيموس للغرفة بتاعته وبيقعد معاه وبيقول له جهز نفسك لأننا هنروح روما، هناك في الحلبات العظيمة لازم تثبت نفسك، يمكن الإمبراطور هناك يشوف قوتك ويقرر يمنحك حريتك وده أملك الوحيد. ماكسيموس بيكون مستغرب من كلام بروكسيمو فبيسأله إيه اللي خلاك تصدق إن الإمبراطور ممكن يدي حد زي حريته. بروكسيمو بيرد عليه وبيقول له إن زمان كنت زيك عبد مسارع بقاتل علشان أنجو، لكن الإمبراطور ماركوس بنفسه منحني حريتي واداني السيف الخشبي اللي معناه الحرية، ودي كانت اللحظة اللي غيرت حياتي. الكلام ده بيخلي ماكسيموس يشوف لمحة من الأمل، لكنه في نفس الوقت بيكون عارف إن الأمر مش هيكون سهل خصوصا مع وجود كومودوس في السلطة. ماكسيموس بيبدأ يجهز نفسه للسفر لروما، هو حاطط في دماغه إنه لازم يكسب دعم الجمهور هناك عشان يوصل لخطته النهائية وإنه ياخد حقه من اللي عمله فيه الإمبراطور كومودوس. بعد كام يوم ماكسيموس مع جوبا وهاجن وباقي المصارعين وكمان بروكسيمو بيوصلوا أخيرا لروما. أول ما يشوفوا الكولوسيوم العظيم بيقفوا قدامه في حالة انبهار. المنظر بيكون أسطوري بالنسبة ليهم لأنهم دلوقتي واقفين قدام أكبر وأشهر حلبة مصارعة في العالم. على الناحية التانية يا صديقي بنشوف كومودوس في قصره واقف مع لوشيوس ابن أخته لوسيلا، بيكون باصص للولد بنظرات كلها حقد وغل، وهنعرف ليه قدام، خليك مكمل معايا. المهم لوسيلا بتدخل المكان وبتلاحظ الطريقة اللي كومودوس باصص بيها للولد وبتحاول تظهر هادية قدامه. في نفس اللحظة دي بنشوف ماكسيموس وهو بيستعد لأول قتال ليه في الكولوسيوم، وبيبقى عارف إن دي فرصته علشان يثبت نفسه قدام الجمهور. في نفس الوقت بيلاقي طريقة يهرب بيها من كومودوس عشان ينفذ خطته الكبيرة. المهم لوسيلا دلوقتي بتروح تاخد كومودوس من وقفته وهو مع لوشيوس وبتكلمه على انفراد. خلال الحوار بنعرف إن كومودوس ناوي قريب يلغي مجلس الشيوخ تماما، وده طبعا قرار خطير جدا. لوسيلا بتحاول بكل هدوء تفهمه إن الخطوة دي هتكون غلط كبير وإنها ممكن تخلي الشعب ينقلب عليه، لكنه زي ما دايما ما بيعمل بيرفض يسمع كلامها. وبنشوف لوسيلا بتتنفس بصعوبة من كتر إحباطها وبتسيبه وبتمشي. بعدها بتروح تقابل جراكوس وجايوس اللي هم من أهم أعضاء مجلس الشيوخ، واللقاء بيتم في السر كالعادة لأن كومودوس بيعتبر أي حد بيعارضه عدو لازم يخلص منه. خلال الاجتماع نعرف إن لوسيلا بتلعب دور الوسيط وبتحاول تخطط معاهم عشان يلاقوا طريقة توقف بيها جنون كومودوس، خصوصا موضوع إلغاء مجلس الشيوخ. بتقول لهم لوسيلا بإن الوضع بقى خطير جدا وإن كومودوس مش بس رجع مسابقات المصارعة اللي بتكلف الدولة فلوس كتير جدا، لا ده كمان بيصرف ميزانية ضخمة من أكل ومهن الشعب على البطولات دي، ولو فضلنا على الحال ده خلال كام سنة الناس هتموت من الجوع بسبب الإسراف والقرارات الغلط. كمان لوسيلا بتقول إنها ملاحظة حاجة مقلقة جدا في تعامل كومودوس مع ابنها لوشيوس، وبتقول لهم إن هي حاسة إن كومودوس شايف لوشيوس تهديد ليه، إن الوريث الطبيعي بعده وإنه في أي لحظة جنون يقرر يقتله علشان يضمن إنه يفضل لوحده في السلطة. هنا جراجوس بيرد عليها وبيقول لها كلنا عارفين إن كومودوس خطر كبير لازم نتخلص منه، لكن قتل الإمبراطور مش خطوة سهلة، لازم نتأكد إن اللحظات المناسبة جت، لو استعجلنا ممكن
ممكن يشك فينا وندفع الثمن غالي. لوسيلا بتبقى متوترة لكنها بتوافق على كلامهم وبتمشي. تاني يوم تبدأ المسابقات الكبيرة في الكولوسيوم، وكل الناس متجمعة بما فيهم كومودوس اللي قاعد في مكانه المخصص بيتفرج مع الحشد، والجو مليان حماس، وده بيخلي كومودوس مستمتع وهو شايف الشعب مشغول بالعروض. دلوقتي بيدخل ماكسيموس مع فريق بروكسيمو حلبة المصارعة، كلهم لابسين خوذ بتخفي وشوشهم علشان محدش يعرفهم، والجو بيبقى مليان توتر لأن القتال اللي هيخوضوه صعب جدا. فجأة المصارعين اللي قدامهم بيظهروا وكلهم راكبين عربيات حربية والأسلحة في إيديهم جاهزة. الوضع كان شكله مستحيل، لكن ماكسيموس بيرجع يلعب دور القائد زي زمان، بيبدأ ينظم فريقه ويعطيهم توجيهات زي ما كان بيعمل في الحروب، وبيبدأ القتال بشراسة، وماكسيموس وفريقه بيدافعوا عن نفسهم بكل قوة. العربيات الحربية بتهجم من كل اتجاه، لكن بخبرته القتالية ماكسيموس بيلاقي طريقة يوقع العربات واحدة ورا التانية. كل مرة فريقه بيتبع فيها خطته بيقدروا يقتلوا واحد أو اتنين من المصارعين اللي ضدهم. الجمهور كله في الكولوسيوم بيتجنن من الإثارة. كومودوس بيبدأ يركز أكتر ومش مصدق إن الفريق ده قدر يتفوق في معركة بالحجم دي. بعد شوية فريق بقيادة ماكسيموس بيقدر يسيطر على القتال تماما ويقتلوا كل المصارعين اللي بعربياتهم. الفوز الكبير ده بيخلي الجمهور يهتف بجنون، لكن ماكسيموس من جواه مش مهتم. طبعا بعد ماكسيموس وفريقه بيخلصوا على المصارعين، كل الناس في الكولوسيوم مش مصدقين اللي شافوه، حتى كومودوس نفسه كان مندهش من الأداء الرائع اللي قدموه. بعد بقى ما القتال بينتهي كومودوس بينزل من مكانه عشان يتكلم مع المصارعين، خصوصا مع ماكسيموس اللي كان واضح انه هو واحد فيهم. كومودوس بيطلب من ماكسيموس انه يقلع خوذته عشان يعرف مين هو، لانه مش قادر يصدق ان المصارعين دول كانوا قويين بالشكل ده. ماكسيموس بيوافق وبيقلع الخوذه، وده اللي بيصدم كومودوس بشكل كبير لانه فجأة بيكتشف ان الشخص اللي قدامه هو ماكسيموس نفسه، القائد اللي المفروض كان مات. المفاجأة دي بتخلي كومودوس يتحول لحالة من الغضب الشديد، هو مش قادر يصدق ان ماكسيموس لسه عايش، وده بيخليه يفكر في حاجة واحدة بس، ان هو لازم يقتله دلوقتي حالا على الفور. كومودوس بيأمر جنوده يرفعوا سيوفهم ويمشوا ناحية ماكسيموس، وماكسيموس بيحس ان اللحظة دي ممكن تكون النهاية ليه، لكن ده مش هيكون سهل ابدا. بعد ما كومودوس بيأمر جنوده برفع السيوف، الجمهور في الكولوسيوم بيبقى في حالة من الصمت، لكن فجأة الجماهير كلها بتبدأ تهتف لصالح ماكسيموس، مش عايزين يموت. الناس كلها اتبسطت من شجاعته وأدائه، وبدأوا يطلبوا من كومودوس انه يسيبه يعيش. وبالرغم من غضبه كومودوس مضطر يسمع لصوت الجمهور، وبيقرر يسيب ماكسيموس يعيش، لكن بطبعه مش راضي عن القرار ده، وبيكون لسه عاوز يلاقي اي طريقه يخلص بيها منه. في نفس اليوم بالليل لوسيلا بتروح لزياره ماكسيموس. هو في البدايه كان فاكر انها جايه عشان تقتله، لكن لوسيلا بتفاجئه لما بتقول له انها مش زي اخوها، وانها ما كانتش تعرف الحاجات اللي حصلت ليه ولعيلته. بعد كده لوسيلا بتطلب من ماكسيموس انه ينضم ليها هي وجماعه من جراكوس وكيوسيرا عشان يتعاونوا مع بعض عشان يخلصوا على كومودوس قبل ما يقدر هو يقضي على ابنها لوشيوس اللي هو الوريث الشرعي للعرش قبل ما يدمر روما تماما. لكن ماكسيموس ما بيكونش مصدقها نهائيا، فبالتالي بيرفض عرضها وبيسيبها وبيمشي. في اليوم التالي كومودوس بيجمع كل الجنود اللي قالوا ان ماكسيموس مات واللي المفروض كانوا قتلوه، وبيقرر ان هو يخلص عليهم كلهم علشان خانوه وقالوا له ان ماكسيموس مات هو لسه عايش. وفعلا الجنود دول بيتقتلوا جميعا باوامر من كومودوس. بعد فتره من الاحداث دي بنشوف ان ماكسيموس داخل على قتال جديد، والقتال ده بيكون ضد نجم مصارع اسطوري ما خسرش ولا معركه في تاريخه. لكن المفاجاه الكبرى مش في المصارع نفسه، لان القتال بيبدا وفجاه ماكسيموس بيكتشف انهم دخلوا عليه نمور في الحلبه، وده كان جزء من خطه كومودوس علشان يتاكد من هزيمه ماكسيموس باي ثمن. ماكسيموس رغم الظروف الصعبه ما بيهتمش ولا بالنمر اللي دخل عليه ولا بالمصارع اللي قدامه، وبيفضل يقاتل بكل قوته لحد ما يقدر يخلص على المصارع بعد عناء كبير. هو في نفس الوقت بيتفادى النمر. بعد ما ينتهي القتال كومودوس بيطلب من ماكسيموس انه يقتل النمر، لكن ماكسيموس بيرفض. هنا كومودوس بينزل مع جنوده وبيستفز ماكسيموس علشان يخرج عن صمته ويغلط قدام الجمهور، وفي النهايه يكون عنده هدف لقتله، لكن ماكسيموس بيفضل هادي وما بيغلطش، فبيضطر كومودوس يسيبه يعيش رغم انه كان عاوز يقتله قدام الناس. بعد كده ماكسيموس بيروح لواحد من الجنود اللي كان مقربين ليه زمان، وبيطلب منه انه يجمع له مجموعه من الجنود علشان يكون مستعد للمرحله الجايه. الجندي ده بيوافق وهو فرحان وبيمشي. ومن الناحيه التانيه بنشوف كومودوس قاعد مع فالكو وهو متعصب جدا، وبيكون عاوز يتخلص من ماكسيموس علشان يرتاح من تهديده. فالكو بيقترح عليه يقتله، لكن كومودوس بيرفض لانه عارف ان الشعب بيحب ماكسيموس جدا، ولو قتله هيفقد دعم الشعب واللي هو في حاجه ليه دلوقتي علشان يلغي مجلس الشيوخ. فبيقرر كومودوس انه يفكر في طريقه تانيه يتخلص بيها من ماكسيموس. وبنرجع مره تانيه لماكسيموس اللي بيروح يقابل الجندي اللي كان عاوز يساعده. هنا ماكسيموس بيعرف من الجندي انه قدر يوصل لكل اصدقائه اللي قدام من الجنود وكلهم مستعدين لاي مهمه. هنا ماكسيموس بيفرح جدا بالخبر ده، وبيطلب من الجندي انه يبعت رساله لوسيلا علشان يقول لها انه موافق على الانضمام ليها في خطتها. الجندي بيعمل كده فعلا. بعد شويه بنشوف ماكسيموس بيروح مع لوسيلا عشان يقابل جراكوس، وهنا جراكوس بيقول لماكسيموس انه عنده خطه حلوه علشان يتخلصوا من كومودوس. باختصار الخطه هي انه جراكوس هيشتري ماكسيموس من بروكسيمو، وبعدها ماكسيموس هيروح يجمع جيشه من جديد ويرجع على روما
علشان يخلص على كومودوس. ماكسيموس بيوافق تماما على الخطة وبيتفقوا على تنفيذها. بعد كده بيمر وقت قليل ويفترض إنه يبدأ التنفيذ قريب. في اليوم اللي كان المفروض جراكوس يشتري فيه ماكسيموس، جراكوس ما بيجيش. في الوقت ده بروكسيمو بيروح لماكسيموس بيقول له إن شاف جواسيس كتير في المدينة وواضح إن جراكوس مش هيقدر يشتريه زي ما كان مخطط. ماكسيموس بيطلب من بروكسيمو إنه يسيبه على الأقل يكمل مهمته، هو لما يخلص هيرجع له بالفلوس. لكن بروكسيمو مش موافق وبيقرر إنه لازم يفكر في الموضوع الأول قبل ما ياخد أي قرار. بعدها لوسيلا بتيجي لماكسيموس وبتقول له إن جراكوس اتقبض عليه، كمان بتقول له إنه لازم يهرب بسرعة لأن كومودوس عارف كل حاجة، وده يعني إنه مش هيسيبهم في حالهم. بعد ما لوسيلا بتسيب ماكسيموس بتروح لبيتها وهناك بتلاقي كومودوس قاعد مع لوشيوس ابنها. كومودوس بيقول لها إنه عارف كل حاجة عن خطتهم وبيهدد لوسيلا إنها لو اتأمرت عليه تاني هيقتل ابنها. في نفس الوقت جنود كومودوس بيروحوا لسكن بروكسيمو المصارعين وهدفهم إنهم يخلصوا عليهم وبالذات ماكسيموس. بروكسيمو بيفهم بسرعة ويجري يدي ماكسيموس مفتاح الغرفة اللي فيها هو وبقية المصارعين علشان يهربوا. قبل ما يهرب ماكسيموس بيطلب من المصارعين إنهم يعطلوا الجنود عشان يقدر يهرب، وفعلا المصارعين بيوافقوا ويساعدوه. لكن الجنود بيهاجموا سكن بروكسيمو ويقدروا يحبسوا بروكسيمو وهاجن عدد من المصارعين. بعدها بيقتلوا جوبا وبقية المصارعين اللي كانوا مع ماكسيموس. ماكسيموس بيحاول يهرب مع الجنود اللي كانوا معاه، لكن فجأة جنود كومودوس بيظهروا من العدم وبيقبضوا عليه وبيسجنوه. وفجأة بيظهر كومودوس وبدون أي مقدمات بيطلع سكين ويصاب ماكسيموس إصابة خطيرة. بعد كده كومودوس بيأمر الجنود بتوعه إنهم يلبسوا ماكسيموس درعه علشان ينزل حلبة المصارعة قدام الناس، ونعرف إن كومودوس ناوي يقتل ماكسيموس قدام الشعب علشان يتأكد إن الناس بيحبوه زي ما كانوا بيحبوا ماكسيموس، وكمان علشان يهز ماكسيموس في نظر الجمهور ويبينوه ضعيف. بعد كل اللي حصل ده ماكسيموس رغم إصابته الخطيرة بيقدر يتقاتل مع كومودوس بكل قوته، وبالرغم من التعب والألم ماكسيموس بينجح في النهاية في قتل كومودوس. وقبل ما ماكسيموس يموت بيطلب من الجمهور إنهاء الظلم وبيطلب إن جوبا وأصدقائه المصارعين يخرجوا من السجن، وأيضا إن جراكوس وبعض السياسيين النضاف يخرجوا عشان يقدروا يصلحوا أحوال البلد بعد ما دمرها كومودوس. ولغاية هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية الفيلم. أتمنى لو الملخص عجبك اعمل لنا سبسكرايب وحط لي كومنت، وما تنساش اللايك. يلا سلام.